نحن دائما ننظر بشكل متساوي إلى جميع المواطنين الروس الذين بحاجة إلى دعم الدولة، وسوف نستمر بهذا الأمر. أما فيما يخص بعملية تبادل، فعدد من الدول شارك في هذه العملية وهذه المهمة. على سبيل المثال، فيما يخص الصحفي للولايات المتحدة الذي كان يعمل تحت سقف على أنه صحفي ولكن لديه مهمة خاصة، ففي هذه العملية شارك أيضا ولي العهد السعودي، وأنا أشكر له هذا العمل في عودة مواطننا إلى بلده. وفي تركيا أيضا الرئيس أردوغان كان قدم المساحة التي يمكن أن يتم فيها حل هذه المسألة، وكذلك عدد من الدول العربية شاركت وكانت قد أظهرت حسن النية. وفي الختام، ولمصلحة كل من شارك في هذه العملية، توصلنا إلى نتائج إيجابية. أهم هذه النتائج وهو عودة مواطنينا إلى بلدهم، بما في ذلك الذين قاموا بمهام خاصة لمصلحة الدولة في الخارج.